مساء الفل على أجمل ناس في الدنيا كلها بتتابعني من كل حتة. النهاردة هتكلم عن أغنية ولسه للفنان رامي جمال. كان قايل عليها بقاله كام يوم إنها هتنزل، ونزلت كلمات جمال الخولي وألحان رامي جمال نفسه وتوزيع أحمد إبراهيم. ولسه لما بالصدفة تقابليني وما بصلكيش، ولما وانتي بتحني لأيامنا وما حنلكيش، وتسألي معقول ما سألش. جمال الخولي شاعر مش معروف فنيا، يمكن مهدور حقه شوية، بس عمل أغاني كتير حلوة. ما تنسيش لما تنسيني تسامحيني، لوميني بس وحياتك ما تكرهينيش. أغنية ما تنسيش كانت من ألبوم ملناش إلا بعض. الأغنية دي كانت كلمات جمال خولي وألحان رامي جمال وتوزيع أحمد إبراهيم برضو، كان نفس الميكس مع بعض. بالنسبة للحن رامي جمال، ألحانه بتبقى حلوة قوي ومميزة. عمل ألحان كتير لنفسه ولغيره، منهم 180 درجة كانت ألحان رامي جمال للفنان تامر حسني. آخر ألبوم لإليسا ألبوم صاحبة رأي، أغنية اسمها على حس حكايتنا كانت ألحان رامي جمال. في ذكريات عايشة معانا لحد نهايتنا، وتعبت أعيش في البعد أنا على حس حكايتنا. يرضيك تغيب وأغيب ونبقى أنا هنا دنيتنا. ملحن كوارث قبل ما يغني أصلا، يعني هو أصلا رامي جمال كان ملحن قبل ما يكون مطرب. عامل فين لياليك لفضل شاكر، عامل هاجي على نفسي لتامر عاشور. ألحانه كتيرة وبتبقى مميزة، بتبقى حلوة. بحب الألحان بتاعته جدا. توزيعها توزيع أحمد إبراهيم موزع قوي جدا جدا، موزع تقيل جدا، من الموزعين التقال. عامل 180 درجة لتامر حسني برضو، حتى كانت ألحان رامي جمال برضو نفس الميكس. عمل حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي في ألبوم من قلب أغاني 2012. عمل توزيع لشيرين، توزيعات لشيرين مش توزيع واحد. على بالي، من ألبوم لازم أعيش كانت توزيع أحمد إبراهيم. مشاعر توزيع أحمد إبراهيم للفنان شيرين عبد الوهاب. موزع بعدك عني لأصالة من ألبوم 60 دقيقة حياة. أحمد إبراهيم من الموزعين الأقوياء جدا، من الموزعين اللي بيعملوا أغاني حلوة وبتتسمع، ونجاحاته كتير قوي. أنا فاكر، يعني اللي أنا فاكر حاجات ملاحظات، لكن هو عامل توزيعات جبارة. أداء رامي جمال في الأغنية كان حلو. كان أداء مميز لرامي جمال. صوته في الأغنية كان حلو جدا. كل فترة أو كل ألبوم أو كل ما بينزل أغاني بيجدد من نفسه، وبحب الأغاني بتاعته جدا. الأغاني بتاعته أكتريتها بتبقى مش شرط بيركز على الرومانسي بس، بيعمل حزين وبيبقى حلو. أغنية سمعتها كتير جدا، يعني أول مرة سمعتها علقت معايا شوية، دخلت دماغي شوية، بعد كده سمعتها تاني وسمعتها. أنا من لازم أسمعها كذا مرة. المزيكا بتاعتها حلوة جدا، لما جيت سمعت المزيكا بتاعتها كانت حلوة جدا.
التوزيع بتاع الأغنية جميل جدا، توزيع موسيقي. الألحان بتاعتها كويسة جدا مع الكلام. رامي جمال كان حاسسها قوي وهو بيعملها، كان حاسسها فعلا. ولسه بقى هنعرف هل الأغنية دي هتبقى سنجل ولا هتبقى في الألبوم الجديد بتاع رامي جمال. السلبيات اللي أنا شفتها مش في الأغنية نفسها، الأغنية نفسها ما فيهاش عيوب كتيرة، لكن السلبيات اللي شفتها أكتر كانت في الفيديو نفسه. يعني الليركس بالكلام هي حلوة، بس الفكرة مش الفكرة اللي هي اتكررت كتير، اتعملت كتير، مش معمولة بشكل احترافي كويس. بالنسبة لفكرة الفيديو ليركس يعني ما عجبتنيش، اللي هو الفيديو على الكلام. لو هو كان حاط الصورة بتاعته اللي هي بره عنوان الفيديو، من غير ما يحط الليركس على الفيديو اللي اتصور دوت، ما كانش هيبقى لطيف. هو مش فيديو كليب، هو اتصور فيديو عليه كلام زي رسم كده، بس ما عجبنيش. ملحوظة مهمة قوي برضو، هو كان قايل انه هيلغي التعاقد مع نجوم، شركة نجوم ريكوردز. قال هيلغي التعاقد معاها وعمل انتاج شركة لنفسه باسمه. فجأة عمل معاها عقد للألبوم اللي جاي، إن هو يكون إنتاج الشركة نجوم ريكوردز. 4 ألبومات، ألبوم فترة مش سهلة، وألبوم ليالينا، وألبوم ملناش إلا بعض، وألبوم أنا لوحدي اللي هو آخر ألبوم نزل. وبشكل عام الأغنية حلوة جدا وعجبتني، بس عايز أسمع رأيكم بقى وأعرف هي الأغنية فعلا عجبتكم زي ما عجبتني ولا لأ. عايز أعرف وجهات النظر، يعني هل عجبت ناس فئة معينة ولا مش عجبتش. عايز أعرف، ويقول رأيه في الموسيقى، في الكلام، في الأغنية نفسها، في صوت رامي جمال نفسه في الأغنية. أستنى كل كومنتاتكم وآرائكم، وأشوف انتوا حبيتوا الأغنية ازاي، أو الأغنية عجبتكم أو مش اللي هي مثلا. عايز أسمع كل رأيكم. واعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، اعملوا لايك. ما تنسوش الاشتراك في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش، اللي بيتفرج على الفيديو ولسه ما اشتركش في القناة يشترك عشان يوصل له كل جديد ان شاء الله انزله. هنستنى حاجة حلوة وكويسة جدا من رامي جمال. شكرا.